بذمتك لو في حد بيحترمك وبيقدرك أكيد هتشيله فوق الراس، صح كده؟ عمرك فكرت ليه في ناس غنية وناس فقيرة؟ سؤال مهم. خليني أقولك إن في ناس لحد النهاردة ولا تعرف قيمة الفلوس ولا تعرف تجيبها إزاي، وإن جابتها ما تعرفش تحافظ عليها وحرفيا بتفرتكها. هنتفق مع بعض إن دي أرزاق معاك أكيد، ولكن خليني أقولك إن في جزء كبير جدا من تصرفات بتكون تحت سيطرتك، جزء قليل بيكون خارج سيطرتك، هو السبب في إن أنت تبقى فقير أو تبقى غني. ببساطة شديدة جدا هي حاجة زي السلوكيات المالية أو العقلية المالية اللي تجيب الفقر أو تجيب الغنى. إزاي بقى أحترم ده واحترم المال كوسيلة مش غاية؟ عشان الناس اللي بتفكر بشكل سطحي المال في النهاية يفضل وسيلة. ازاي احترم ده؟ ان انا اتعلم السلوكيات المالية دي والعادات المالية دي عشان خاطر اقدر من خلالها اجيب الفقر او اجيب الغنى. بس خليني اقول لك ابدأ ده منين؟ ابدأ ده بكتاب زي ده، اكيد الاب الغني والاب الفقير، بكتاب زي ده الاعمال في القرن ال21، وكمان بكتب تانية كتير زي ده وزي ده وزي ده وكمان ده وده وده. زود دي عندك كمان. اللي يجي يسألني يقول لي هي كتب الذكاء المالي هي اللي ممكن تخليني غني يعني، ولا الكلام ده حقيقي ولا اشتغالات؟ رد كلمة واحدة: يا مكتئب انت يا عدو الفرحة. هي الكتب مش هي اللي هتخليك تبقى غني طبعا، لكن سعيك في تعلم العادات والسلوكيات اللي هي بتاعت الذكاء المالي وتطبيقها، وطبعا هياخد فترة طويلة مش يوم ولا اتنين، هو ده اللي ربنا هيكرمك عليه ويخليك تبقى غني، عشان انت سعيت واتعلمت وطبقت الحاجات اللي الذكاء المالي بيقولها لك.